القصة اللي هحكيها النهاردة حصلت في واحدة من قرى الصعيد. قرية بسيطة هادية، الناس فيها كلها عارفة بعض كويس. يعني لو حد عطس في آخر البلد كله بيعرف بعدها بدقايق. القصة بدأت ببلاغ بسيط جدا، بلاغ ممكن أي حد يسمعه يقول أكيد الموضوع بسيط وهيتركنه. لكن اللي حصل بعد كده خلى البلد كلها ما تنمش. القصة عن جريمة قتل بشعة حصلت في بيت الراجل اللي اسمه أشرف الدمعو. راجل معروف في المنطقة إنه هادي، مشاكله قليلة، بيشتغل في محل قطع غيار صغير على أول البلد. ومراته صفاء كانت ست محترمة جدا، الكل بيحبها، بتسلم على الكبير والصغير ومفيش حد عمره شاف منها كلمة وحشة. بس من حوالي شهرين قبل ما تبدأ القصة، الجيران لاحظوا إن صفاء اختفت. في الأول محدش ركز، قالوا يمكن راحت تزور قرايبها أو حاجة. بس لما الموضوع طول أكتر من أسبوعين وبدأوا يسألوا أشرف عنها، كان دايما يرد بنفس الجملة: صفاء راحت عند قرايبها في القاهرة، كانت متضايقة شوية وعايزة تغير جو. الكلام ده ما كانش غريب لحد ما الناس بدأت تحس إن في حاجة مش مظبوطة، لأن الطبيعي إن مراته تبعت لحد من قرايبها في البلد أو تكلم صاحبتها على الأقل. لكن مفيش أي تليفون ولا رسالة ولا حتى بوست على الفيس. واللي زود الشك أكتر إن أشرف نفسه ما كانش باين عليه إنه زعلان أو قلق، بالعكس كان بيقعد على القهوة كأنه مفيش حاجة حصلت، بيضحك ويتكلم عادي جدا، وكأنه مش مراته اللي مختفية بقالها شهر. الجيران لما شكوا بدأوا يلاحظوا تصرفاته أكتر. واحدة من الجارات قالت إنها شافت أشرف بينزل كيس كبير جدا من البيت في نص الليل، واللي أغرب من كده إنه كان ماشي بيه ناحية العربية بتاعته ورجع بعدها من غير الكيس. لكن برضه مفيش دليل واضح، فالناس قرروا يبلغوا مركز الشرطة وقالوا لهم بالحرف: إحنا مش متأكدين، بس الست صفاء مختفية بقالها كتير وجوزها تصرفاته غريبة. الشرطة وقتها ما خدتش الموضوع بجدية قوي، خصوصا إن الزوج قال نفس الكلام: مراتي راحت القاهرة ومفيش مشاكل بينا. بس رجال المباحث قرروا يفتحوا تحقيق بسيط من بعيد لبعيد كده من غير ما يضايقوه، خصوصا إن في حاجات مش راكبة. وبالفعل بدأوا يتابعوا تحركاته ويشوفوا لو فعلا الست صفاء راحت القاهرة ولا لأ. طلبوا بيانات أي ركاب راحوا على القاهرة في الأيام اللي قالها أشرف، وسألوا في محطة القطر وفي الأتوبيسات، لكن مفيش أي اسم لصفاء في السجلات. وهنا بدأ الموضوع ياخد منحنى تاني خالص. بعد حوالي أسبوعين من التحريات الهادية دي، جت مفاجأة قلبت كل الموازين. بلاغ من مدينة صحراوية بعيدة عن القرية بيقول إنهم لقوا جثة لست متفحمة نصها مدفون على الطريق الصحراوي المؤدي للقاهرة. البلاغ ده خلاهم يربطوا الأحداث على طول، خصوصا إن الجثة كان فيها خاتم ذهب بسيط عليه حرف صا محفور، وده نفس الخاتم اللي كان معروف إن صفاء مش بتقلعه أبدا. رجال المباحث وقتها سافروا فورا لمكان الجثة، وبعد ما اتأكدوا من الملامح والحمض النووي المبدئي، كانت الصدمة: الجثة اللي اتقال إنها مجهولة الهوية طلعت فعلا مراته صفاء. وهنا الشرطة رجعت للقرية تاني، المرة دي مش علشان تسأل، المرة دي علشان تقبض على أشرف الدمعو، اللي لما شافهم جايين له اتظاهر بالدهشة وقال نفس الكلام القديم: أنا مالي، مراتي سابت البيت من شهرين وقالت لي مش راجعة، وأنا افتكرتها راحت عند قرايبها. بس المباحث ما اقتنعتش المرة دي، لأن في تفاصيل مش ماشية خالص. إزاي مراته تموت على الطريق الصحراوي وهو ما فكرش حتى يسأل عنها أو يبلغ باختفائها؟ إزاي ما حاولش يطمن عليها ولا يكلم قرايبها؟ أسئلة كتير، وهو ما كانش عنده غير نفس الإجابة: معرفش، كانت غضبانة. بس الحقيقة يا جماعة إن التحقيق لسه ما كانش بدأ بجد، ولسه في حاجة مرعبة الشرطة هتكتشفها جوه بيت أشرف نفسه. بعد ما اتأكدت الشرطة إن الجثة اللي اتلقت في الطريق الصحراوي هي فعلا صفاء، كل الشكوك اتجمعت حوالين أشرف الدمعو. بس اللي خلاهم متريثين إن مفيش دليل مباشر يربطه بالجريمة. يعني تصرفاته غريبة، بس ما ينفعش يقبضوا عليه لمجرد الظن.
بدأوا بقى يراجعوا كل حاجة من أول وجديد. دخلوا البيت وابتدوا يفتشوا كل ركن فيه. البيت كان بسيط، دورين. الدور الأرضي فيه أوضة نوم صغيرة ومطبخ وصالة، والدور اللي فوقه عبارة عن سطح معمول عليه أوضة تخزين. أشرف وقتها كان واقف معاهم عادي جدا، بيحاول يبين إنه مش متوتر. بيقول لهم فتشوا زي ما انتوا عايزين، أنا مفيش عندي حاجة أخبيها. بس اللي بيخبي دايما بيبان من تفاصيل صغيرة جدا. فأثناء التفتيش واحد من الضباط لاحظ إن في ريحة غريبة طالعة من عند أوضة التخزين فوق. ريحة كده شبه حرق أو حاجة متعفنة، بس مش قوية قوي، كأنها متغطية بحاجة. الضابط طلب من القوة يطلعوا يشوفوا، وفعلا أول ما فتحوا باب الأوضة كان أول حاجة لفتت نظرهم إن الأرضية فيها علامات حرق، وكأن حد ولع نار في مكان محدد وبعدين طفى بسرعة. ولما بدأوا يدققوا لقوا بقايا رماد في ركن بعيد، ومعاه حاجة شبه بقع بنية غامقة على الحيطة، شكلها زي الدم بس قديمة. الضابط ساعتها بدأ يحس إن في حاجة كبيرة مستخبية هنا. جابوا الأدلة الجنائية وبدأوا ياخدوا عينات من البقع ومن الرماد. وأثناء التفتيش لقوا كمان بطانية سميكة متنية بطريقة غريبة، ولما اتفتحت كانت ريحتها لا تطاق. اللي كانوا خايفين منه اتأكد. التحاليل أثبتت إن البقع دي دم إنساني، وإن الرماد فيه بقايا أنسجة محترقة. اللحظة دي كانت كفيلة إنهم يقبضوا على أشرف فوراً، بس المباحث ما اكتفتش بكده. قالوا لازم يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط، إزاي الجثة وصلت للطريق الصحراوي، وإيه اللي خلاه يسيب كل حاجة كده في بيته. رجعوا استدعوا أشرف للتحقيق. كان بيحاول يضحك ويقول لهم إن اللي لقوه ده من تنظيف قديم أو من فحم كان بيستخدمه في الشتاء. بس الضابط اللي قاعد معاه كان عارف إن الراجل ده مش طبيعي، هادي زيادة عن اللزوم. وهنا بدأوا يراجعوا كاميرات الطريق العام اللي بيطلع منه على الصحراوي. المفاجأة، لقوا عربية أشرف معدية الساعة 2 الفجر في اليوم اللي بيقول إن مراته سابت البيت فيه. ولما واجهوه بالصورة قال إن دي مش هو، أو يمكن كان طالع يشتري حاجة. بس الشرطة كانت أذكى من كده، قرروا يفتشوا العربية نفسها. وبالفعل لقوا في الشنطة الخلفية آثار دم بسيطة جدا كانت متغطية بالسجادة قديمة، ولما اتحللت طلعت متطابقة مع دي إن إيه صفاء. الضابط قال وقتها جملة واحدة وهو ماسك التقرير: كل الطرق بتودي البيت أشرف، وكل الأدلة بتقربنا منه خطوة بخطوة. الناس في القرية لما عرفت إن الشرطة لقوا آثار دم في بيته الدنيا قامت وما قعدتش. كل واحد بقى يحكي حكاية، في اللي يقول إنهم كانوا بيسمعوا خناقات بينهم، واللي يقول إن صفاء كانت بتشتكي منه بس ما كانتش بتقول ليه. بس الأغرب من كل ده إن واحدة من الجارات قالت حاجة خلت الضابط يوقفها ويسمعها كويس جدا. قالت إنها شافت أشرف بعد اختفاء مراته بيغسل الحوش بمية كتير جدا، وكان في إيده حاجة شبه فرشة تنظيف، وفضل يغسل لحد ما المية غرقت المكان. الشرطة وقتها قررت ترجع للبيت وتفتش الحوش بالذات. ولما شالوا البلاط في جنب صغير لقوا تحته حفرة متردمة بالطين والأسمنت، كأنها اتقفلت من قريب جدا. اللحظة دي كانت القنبلة الحقيقية في القضية. الضابط قال افتحوا الحفرة دي، وفعلا بدأوا يشيلوا الأسمنت والطين، وكل شبر بيتفتح كان بيزود الريحة، ريحة صعبة جدا. اللي طلع من تحت ما كانش جثة، لكن كان هدوم صفاء نفسها محروقة جزئيا، ومعاها سلسلة ذهب مكتوب عليها اسمها. اللحظة دي خلت القضية تتحول رسميا من اختفاء إلى قتل عمد مع سبط الإصرار، وأشرف الدمعو بقى المشتبه الوحيد اللي كل الأدلة بتقوده. لكن بعد ما الشرطة جمعت كل الأدلة من بيت أشرف ما بقاش عندهم أي شك إن الراجل ده هو اللي قتل مراته. لكن الغريب بقى إن طول التحقيق كان ثابت جدا، لا بيعيط ولا بيتوتر ولا حتى بيحاول يهرب، كأنه مستني اللحظة دي. أول لما واجهوه بكل اللي لقوه من آثار الدم والرماد والهدوم اللي تحت الحوش، بص في الضابط كده والله بهدوء
هقولك كل حاجة، بس اكتب زي ما أنا بقولك. الكلمة دي كانت بداية الاعتراف الطويل اللي محدش كان متخيله. التحقيقات بعد كده اتوثقت رسميا، وده كان نص الكلام اللي قاله تقريبا. أشرف قال إن حياته مع صفاء في الأول كانت كويسة جدا، عايشين عادي، مفيش مشاكل غير الخلافات الصغيرة بتاعت أي بيت. لكن من حوالي سنة بدأ يلاحظ إن في حاجة اتغيرت فيها. بقت بتقعد لوحدها كتير، وتتكلم في التليفون بالساعات، ولو دخل عليها تقفل بسرعة وتقول قرايبي. هو في الأول مركزش، لكن الفضول والشك بدأ يكبر جواه. قال إنه حاول يسألها أكتر من مرة، وكانت بتزعق له وبتقول له إنه مريض شك، لكن جواه كان حاسس إن في سر كبير. فضل كده شهور، والشك بيزيد يوم بعد يوم، لحد ما في يوم رجع من شغله بدري شوية، ولقى باب الأوضة مقفول من جوه، ولما خبط ما فتحتش بسرعة. دخل بالعافية، لقى الموبايل بتاعها مفتوح على دردشة مع شخص غريب، والكلام كان كله فيه حب وكلام صعب جدا. أشرف بيحكي إنه في اللحظة دي حس إن الدنيا سودت قدامه. قال إنه معملش حاجة وقتها، بس بدأ يراقبها أكتر، وكل يوم يكتشف حاجة جديدة تزود النار جواه، لحد ما في يوم اتواجهوا سوا بخناقة كبيرة جدا. قالها إنه عارف كل حاجة، وإنه شاف الرسايل، وإنها بتخونه، وهي في المقابل كانت بتعيط وبتنكر وتقوله إنه فاهم غلط. بس لما لقاها مش قادرة تبرر الرسايل فقد أعصابه وضربها. قال إن الضربة كانت جامدة، وهي وقعت على الأرض دمها سال، ومن ساعتها ما قامتش تاني. هو وقتها ما كانش مصدق إنها ماتت. حاول يفوقها بس مفيش فايدة. وقف ساعتها تايه، بيبص للجثة وبيفكر يعمل إيه. قال إنه قعد جنبها أكتر من ساعة، وبعدها قرر يتصرف عشان ينقذ نفسه. زي ما سماها. نزل اشترى بنزين من محطة قريبة، ورجع حاول يحرق الجثة في أوضة التخزين فوق، بس النار ما كلتش الجسم كله. خاف الجيران يشموا ريحة الحرق، فطفي النار بسرعة. في اليوم التاني لف الجثة في بطانية، وحطها في شنطة عربيته، وطلع بيها على الطريق الصحراوي، ودفنها نص دفنة كده في مكان بعيد، على أمل محدش يلاقيها. ورجع في نفس الليلة، وغسل البيت كله بالمية والكلور، ودفن هدومها اللي كانت لابسها وقتها في الحوش تحت البلاط. ومن يومها بدأ يمثل الدور الجديد، الزوج اللي مراته زعلت وسافرت عند قرايبها في القاهرة. الكلام اللي قاله كان واضح، وكل التفاصيل اللي ذكرها كانت متطابقة مع الأدلة اللي الشرطة جمعتها. بس الأغرب إنه ما كانش بيبرر جريمته. يعني مفيش محاولة يقول ما قصدتش أو اتعصبت، لأ، بالعكس، كان بيتكلم وهو عارف إنه خلاص انتهى، كأنه مستسلم تماما. الضابط في المحضر كتب إنه ما أبدى أي ندم، ودي جملة قليلة جدا لما تتقال في حالة زي دي. حتى لما واجهوه بصورة صفاء بعد ما اتحرقت ما تأثرش، ولا حتى بص بعيد، كأنه خلاص فصل نفسه عن كل حاجة. النيابة بعدها أمرت بحبسه احتياطيا، وبدأت القضية تتحول لرأي عام، لأن الجريمة كانت من النوع اللي بيقلب البلد كلها. الناس في القرية اتقسمت نصين، ناس بتقول هي السبب، كانت بتخونه، وناس تانية بتقول حتى لو خانت مفيش حاجة تبرر القتل. بس لسه القضية ما خلصتش هنا، لأن في مفاجأة كانت لسه مستنياهم. مفاجأة هتغير نظرة الناس كلها لأشرف وصفاء، وهتخلي القضية تاخد منحى تاني خالص. بعد ما خلص أشرف اعترافه، المباحث كانت شايفة إن القضية خلصت. راجل قتل مراته بدافع الشك، دفنها وخلاص. بس اللي حصل بعدها خلى الكل يعيد التفكير في كل كلمة قالها. الضابط المسؤول عن القضية كان عنده إحساس إن في حاجة ناقصة. قال لرجال التحريات الاعتراف ده سهل قوي، مفيش جريمة بالشكل ده من غير ما يكون وراها خيوط أكتر. ومن هنا بدأوا يراجعوا موبايل صفاء اللي اتصادر من بيتها. الموبايل كان متكسر من الركن، بس الفنيين في المعمل الجنائي قدروا يشغلوا جزء من البيانات ويسترجعوا المحادثات اللي كانت عليه. وهنا
بدأت المفاجآت تطلع واحدة ورا التانية. المحادثات اللي كانت بين صفاء وشخص غريب فعلا موجودة، بس الغريب إن الشخص ده ما كانش حبيب زي ما أشرف كان فاكر. التحقيقات أثبتت إن الرقم ده تابع لشركة توصيل طلبات في المدينة القريبة، واللي كان بيتواصل معاها هو السواق اللي كان بيوصل الطلبات للبيت لما أشرف مش بيكون موجود. الكلام اللي كان بين صفاء والشخص ده ما كانش فيه أي تجاوز، بس فيه كلام عن دين كانت عليه، وإنها بتحاول تسدده من غير ما جوزها يعرف. الضابط هنا وقف وقال: استنوا كده، دين إيه؟ رجعوا يدوروا في حساباتها البنكية، واكتشفوا إنها كانت مستلفة فلوس من واحدة صاحبتها عشان تساعد أشرف نفسه في شغله لما كان خسر في صفقة قطع غيار. يعني الست دي كانت بتحاول تساعد جوزها وهو قتلها، وهو فاكر إنها بتخونه. لكن لسه في حاجة أغرب. لما فتشوا أكتر لقوا في تطبيق الصور بتاعها فولدر معمول عليه كلمة سر، قدروا يفتحوه بعد ساعات، وهنا لقوا صور ووثائق تثبت إنها كانت بتحاول تشتري قطعة أرض صغيرة في البلد باسم جوزها عشان تعمل له مشروع لوحده بعيد عن المحل اللي بيشتغل فيه. الضابط وقتها قال: يعني الراجل قتل مراته اللي كانت بتحاول تساعده وسابها متفحمة على الطريق الصحراوي؟ التحريات ما وقفتش عند كده، رجعوا يسألوا الناس اللي حواليهم، وبالذات صاحبتها اللي كانت أقرب واحدة ليها. قالت في التحقيق إن صفاء كانت دايما بتشتكي من إن أشرف بقى عصبي جدا وبتحاول تهديه على قد ما تقدر، وقالت كمان إنها كانت ملاحظة عليه الفترة الأخيرة إنه بيغير من أي حد، حتى من قرايبها الرجالة. الشرطة بعد ما جمعت كل التفاصيل دي واجهت أشرف تاني، بس المرة دي ما واجهوهوش باتهام، لأ، واجهوه بالحقيقة اللي ضيعها بسبب الشك. قالوا له بالحرف: صفاء ما كانتش بتخونك، كانت بتحاول تساعدك. في اللحظة دي وشه اتغير، بس ما تكلمش. قعد ساكت دقيقة، وبعدها بدأ يضحك ضحكة قصيرة غريبة جدا وقال: يعني أنا اللي كنت غلطان من الأول، أنا اللي كنت أعمى. وبعدها بص للضابط وقال جملة محدش نسيها: مفيش حاجة أصعب من إنك تقتل اللي كان بيحبك. الضابط كتب في المحضر إن المتهم بعد سماع الأدلة الجديدة دخل في حالة انهيار، وبكى لأول مرة من بداية التحقيق. بس حتى البكاء وقتها ما كانش ندم كامل، كان أقرب لانهيار إنسان اكتشف إن كل اللي عمله كان مبني على وهم. بعد يومين النيابة أمرت بإحالته للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لكن القضية ما قفلتش على كده، لأن في شهادة ظهرت فجأة قلبت الدنيا كلها من جديد. واحدة من الجارات اللي كانت ساكنة في البيت المقابل راحت بنفسها لمركز الشرطة وقالت إنها عايزة تقول كلمة حق. قالت إنها ليلة الجريمة سمعت صوت خبط قوي وصرخة مكتومة، بس بعدها بدقايق سمعت صوت عربية بتتحرك، وقالت كمان إنها شافت شخص تاني كان واقف عند باب البيت قبل ما العربية تمشي، مش أشرف لوحده. الكلام ده فتح باب جديد تماما. مين الشخص التاني؟ هل كان شريك في الليفر؟ هل كان شريك في الجريمة؟ ولا في حاجة تانية أكبر ورا الموضوع؟ بعد ما الجارة راحت بنفسها لمركز الشرطة وقالت إنها شافت شخص غريب ليلة الجريمة، الضابط المسؤول عن التحقيق قرر يرجع كل خطوة من البداية. قال جملة مهمة جدا: أكتر حاجة توقعنا في القضايا دي إننا نستعجل ونقول خلاص، لكن الحقيقة ساعات بتستخبى في تفصيلة صغيرة. بدأوا يراجعوا كل الكاميرات القريبة من بيت أشرف، حتى الكاميرات اللي على الشوارع الجانبية، وبعد مجهود طويل جدا لقوا لقطة مدتها ثواني بس، كانت في نص الليل قبل الجريمة بساعات قليلة. اللقطة باينة فيها عربية نص نقل صغيرة واقفة عند الشارع الجانبي المؤدي لبيت أشرف، واللي كان جوه العربية شخصين، واحد في الكرسي الأمامي والتاني بيحاول يغطي وشه بالكمامة وكب. رجال المباحث كبروا الصورة على قد ما قدروا وبدأوا يحاولوا يحددوا الرقم، وفعلا قدروا يوصلوا لنص اللوحة. وبعد بحث طويل اتضح إن العربية دي
تابعة لصاحب محل خردة في مدينة قريبة من القرية. الشرطة راحت له وسألته عن العربية، فقال إنه فعلا بيديها لواحد شغال عنده باليومية اسمه منصور خليل. ساعتها المباحث جابوا صورته ووروها للجارة اللي قالت إنها شافت حد عند البيت، وأول ما شافته قالت: أيوة، هو ده نفس الشخص اللي شفتوه واقف عند الباب. الموضوع هنا بقى أخطر، لأن وجود منصور في المكان معناه إن أشرف ما كانش لوحده. بدأوا يدوروا عليه، لكن الراجل اختفى تماما، لا في شغله ولا في بيته ولا حتى عند قرايبه. فضلوا يدوروا عليه أسبوع كامل لحد ما أخيرا وصلوا المعلومة من واحد صاحب قهوة، قال إن منصور طلع على القاهرة من كام يوم وكان باين عليه متوتر جدا. الشرطة بدأت تتبع تحركاته لحد ما مسكوه في موقف الجيزة وهو بيحاول يركب أتوبيس رايح لبلد تانية. في التحقيق في الأول أنكر أي علاقة ليه بالجريمة، وقال إنه ما يعرفش حاجة عن أشرف ولا مراته، بس لما واجهوه بصور الكاميرا بدأ صوته يهتز، وبعد ضغط طويل اعترف وقال جملة غيرت كل حاجة: أنا ما قتلتش، أنا بس ساعدته يخلص من الجثة. الكلمة دي فتحت باب اعتراف طويل جدا. منصور قال إن أشرف كان يعرفه من فترة، بيجيب منه قطع خردة للمحل، وفي يوم كلمه وقال له: أنا محتاجك في شغلانة فيها فلوس كويسة، بس ما تسألش كتير. منصور بيقول إن راح له في نص الليل، ولما دخل البيت شم ريحة غريبة جدا، ريحة حرق. ساعتها أشرف قال له: أنا عايزك تساعدني نخلص من حاجة وما تسألش هي إيه. قال له إنه هيديله 5000 جنيه لو ساعده بس يشيل الشيء ده بالعربية ويدفنه بعيد. منصور قال إنه وافق، بس ما كانش يعرف إن الشيء ده جثة مراته. قال إنه شال معاها البطانية في العربية، وأشرف بنفسه قال له يدفنها في الطريق الصحراوي، وفعلا هو اللي ساعده يحفر. ولما خلصوا أشرف ولع فيها بالبنزين، وبعدها ركبوا العربية ورجعوا كأن حاجة ما حصلتش. الشرطة لما سمعت الكلام ده قررت تعيد تحليل التوقيتات، وبالفعل اتأكدوا إن العربية كانت رايحة وجاية بنفس التوقيت اللي وصفه منصور. بس اللي زود الغموض بقى إن منصور قال جملة غريبة جدا في آخر التحقيق: أنا لما رجعت البيت ما عرفتش أنام، كنت سامع صوتها في وداني طول الليل. الكلمة دي كانت كافية تخلي الضابط يكتب في المحضر إن المتهم التاني في حالة نفسية مضطربة. بس الأهم من كل ده إن اعتراف منصور أثبت إن الجريمة كانت متعمدة ومتخطة ليها. يعني أشرف ما تصرفش تحت ضغط لحظة غضب زي ما قال، لأ، كان في نية مسبقة للتخلص منها. بعدها النيابة وجهت الاتهام لأشرف بالقتل العمد، والمنصور بالتستر والمشاركة في إخفاء الجريمة. القضية بقت شغلة الرأي العام كله، والصحف اتكلمت عنها بعنوان جريمة الطريق الصحراوي، زوج قتل مراته وحرقها بمساعدة صديقه. لكن المفاجأة الأخيرة لسه كانت جاية في المحكمة نفسها. في جلسة النطق بالحكم حصلت حاجة محدش كان متوقعها، وحولت نهاية القضية من مجرد حكم بالإعدام لقصة إنسانية مؤلمة جدا. بعد ما خلصت النيابة التحقيقات وجمعت الأدلة كلها، قرروا يحيلوا أشرف الدمو للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبط الإصرار والترصد. المحكمة كانت مليانة في أول جلسة، كل الناس عايزة تشوف نهاية الراجل اللي عاش معاهم سنين، وكانوا شايفينه إنسان محترم وهادئ، وطلع ورا وشه ده سر بشع. القضية خدت شهور في المحاكم، الدفاع حاول يدافع عنه بكل الطرق، مرة يقول إن الجريمة كانت بدافع الشرف، ومرة يقول إنها حصلت من غير قصد بعد خناقة، ومرة يقول إنه ما كانش في وعيه. بس كل الأدلة كانت ضده. التحقيقات أثبتت إن الجريمة كانت مرتبة، وإنه استخدم الموبايل بتاع مراته بعد ما ماتت علشان يوهم الناس إنها لسه عايشة، وده خلى المحكمة تشوف إن القتل كان عن سبق نية. النيابة عرضت كمان التقرير التشريحي اللي أثبت إن الجثة كانت متجمدة لفترة قبل ما تتنقل للطريق الصحراوي، وده معناه إن الجريمة حصلت في البيت وتخزنت الجثة هناك أيام.
لما المحكمة سمعت التفاصيل دي كان في صمت رهيب في القاعة، وكل الناس بصوا لأشرف اللي كان قاعد على الكرسي ثابت من غير أي تعبير على وشه، كأنه مش عايش في نفس اللحظة. القاضي بعدها أعلن الحكم النهائي: الإعدام شنقا حتى الموت. الكلمة دي نزلت على الكل كالصاعقة. في اللحظة دي أشرف ولا نطق ولا حاول يدافع عن نفسه ولا حتى دمعت عينه. اتقال إنه طلب يشوف والدته قبل التنفيذ، وقالها جملة واحدة بس: هي كانت خلاص كرهتني وأنا ما استحملتش. بعد تنفيذ الحكم بأسبوع القرية كلها كانت في صدمة. الناس بطلوا يجيبوا سيرة الموضوع، والبيت اللي كان ساكن فيه اتقفل ومحدش قدر يقرب منه تاني. بيت اتبنى عليه ذكريات بشعة لدرجة إن أي حد يعدي قدامه يحس برعشة غريبة. أهل القرية بعدها بقوا دايما يقولوا إن الشر ساعات بيكون ساكن جوه الناس اللي ما بيبانش عليهم أي حاجة. اللي بيضحك في وشك ممكن يكون وراه جريمة عمرها ما تخطر على بالك. وفي النهاية الحكاية دي علمت الكل درس: اللي ساكت مش دايما طيب، واللي بيخفي الحقيقة بيجي يوم وتتكشف حتى لو بعد سنين. والقصة دي يا جماعة بتفكرنا إن الشر الحقيقي مش دايما في الأماكن المظلمة. أوقات بيكون ساكن في بيت عادي جدا ورا باب مقفول وفي وش بيبتسم.